السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده مش محتاج كلام، انتوا شايفين الشتاء عامل ازاي. ومن امبارح من الساعة 11 بالليل والحتة الجو قلب قلبي، ما كانش حد متوقعها خالص. زي ما انتوا شايفين كده، طلعت لقيت السطح بتاعنا كله مية على اهو. هي لسه بتشتي، بس هي خفت شوية من ساعتها، مش عارفة اطلع لان هي كانت بتشتي جامد جدا يعني. بس الوقت خفت شوية، فقلت اما اطلع اشوف الطور بتاعتي قبل ما اتقل تاني وننزل. جبت مشمع اهوت حطيته، انا كنت مصوره معاكم فيديو الفراخ البلدي امبارح. جبت مشمع حطيته احتياطي برضو عشان ايه البوكسه ما تنقعش ولا حاجه. هو ما بينقعش ولا حاجه، بس احتياطي يعني. اهو حطيت له المشمع ده هو كده على السريع اهو. وحطيت فوق حاجات برضو عشان الهوا ما يطيروش اهو يا حبايب قلبي. والبط والفراخ بتاعتنا فتحت عليهم فتحه بسيطه كده اهوت، بحيث برضو اللي فيه نور يدخل لهم كده يفطروا اهو زي ما انتم شايفين كده. البط والفراخ بتاعتنا حبايب قلبي. بس مش هعرف برضه اكنس تحتهم ولا احوش تحتهم دلوقتي، لان زي ما انتم شايفين كده الجو معانا يعني ما ينفعش حد اصلا يقف في الشتا دي. انا يعني لسه طالعه ما كملتش ربع ساعه، دوبك فتحت على دمع عرفتهم وحطيت المشمع، الهدوم بتاعتي قعدت ميه عليا. فان شاء الله باذن الله بس ربنا يسهل كده والجو يبطل شويه ويطلع بقى ايه. اسيبهم برضو على السطح واكنس تحتهم، لان بصراحه مانيش يعني ايه خايفه ان انا اطلعهم في الشتا دي. يعني نص البلا ولا البلا كله، يعني هم هنا جوه. يعني ايه متحافظ عليهم شويه عمال اطلعهم على السطح. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، حطيت لهم علفهم اهوت وحطيت لهم ميتهم، وفتحت عليهم فتحه بسيطه خالص بحيث اللي هي ايه يشوفوا ياكلوا ويشربوا بس. عما ربنا يسهل كده والجو يبطل واكنس تحتهم وافرش تحتهم، لان تحتهم فعلا مش عاجبني خالص مرطرة ميه كده. فخوفا عليهم وكده لازم ايه الواحد ينشف تحته. فربنا يسترها يا حبيب قلبي في اليومين ده هما، ما دام الجو بدأ شتا كده يبقى هيفضل له كده ايه 3 4 ايام ولا حاجه، الله اعلم. بس الواحد يعمل احتياطاته برضه. دورة الفراخ البلدي معانا بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهنا، مصورها لكم امبارح يا حبايب قلبي. ودي البط بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. بس هو عايز يتكنس تحت زي ما انا قلت لكم، بس مش هملك الا اني اطلعه الوقت خالص على السطح. هو كده متدفي، لو طلعته في شويه البرد ده هم او شويه الشتاء ده هم لا قدر الله هيتعبوا مني على طول. لا هم كده احسن شويه، على ما الجو يبطل اكنس تحتهم واحط تحتهم ايه شويه نشار ناشفين. كانت شتويه لا على الخاطر ولا على البلد. زي ما انا قلت لكم انا جايبه الفراخ امبارح كنت بقول لكم ده الجو منقط شويه بسيطين كده. بس بصراحه على الساعه 11 بالليل الحته قالت خد. كانت شتوايه برق ورعد والشتاء جامد جدا جدا جدا، يعني بقول لكم ما كنتش عارفه اطلع خالص على السطح الا الوقت اهو. هي بتشتي برضه هي، بس مش زي ايه ما كانت بتشتي بالليل. فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. اللي عندها بقى شويه طول تحافظ عليهم يا حبيبه قلبي من الشتا ده اهو ومن البرد ده اهو، تحاول على طول اللي هي ايه تحط تحتهم فرشه نظيفه، تقفل عليهم بحيث ان الشتا برضو يعني ايه ما عادش يعني مضمون. في اي وقت ممكن الجو يبقى مصحصح حلو زي ما انا قلت لكم على طول في الفيديوهات، بيبقى الجو جميل ايام الشتا ده، وفي ثانيه الجو بايه بعطر. يعني امبارح طول النهار شمس وجميل زي ما انا كنت مصوره معاكم كده على السطح. على الساعه 11 بالليل كان ما فيش بقى. فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله وما يخسرناش يا رب لا احنا ولا انتوا. شايفين لسه بيشتي اهو، الجو بيشتي خالص اهو. اليابان مش هتبطل بقى كده النهارده خالص. فربنا يسترها ان شاء الله. الواحد عمل احتياطاته وخلاص، حطينا المشمع على الفراخ الصغيره بتاعتنا البلدي، فتحنا فتحه بسيطه كده على البط بتاعنا والفراخ البيضه. وربنا يسهلها بقى ايه ويسترها يا رب. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي الجو كله ميه خالص، البيوت كلها شايفين من الساعه 11 بالليل وهي بتدي برق ورعد وشتا جامد جدا. فربنا يسترها ان شاء الله. اللي عندها شويه طيور بقى تحافظ عليهم ربنا يسترها. شايفين يا حبيبي الشتا مبهدل الدنيا اخر بهدله. اهم حاجه عندي المشمع، طلعت حطيته على طول، ما صدقت الحته تبطل طلعت حطيته على طول احتياطيا برضو للفراخ ايه ربنا يستر. وحطيت برضو عليها حاجات كده عشان ايه ما يطرش، لان برضو في شويه هوا كده مع الشتاء اهو. شايفين الشوارع عامله ازاي والحته عامله ازاي يا حبايبي. شتاء يعني ما فيش بعد كده، ربنا يسترها يا رب. اهي دي بقى ايه يعتبر بدايه الشتاء بقى، دي يعتبر بدايه الشتاء حبايب قلبي. ربنا يسترها يا رب.
حتى شويه النشاره اللي كنت حطاهم ينشفوا امبارح اتبلوا خالص. هسيبهم بقى كده، ما عادش ينفع يتعمل فيهم اي حاجه، اسيبهم كده لغايه ما ربنا بقى يسهل كده ونشوف الشتاء ده هيبطل امتى. هو خير من عند ربنا يا رب، كده يجعل ايامنا كلها خير كده يا رب. ارحموا بيوم وامواتنا واموات المسلمين، وانصر اخواتنا في فلسطين عاجلا غير اجلا يا رب. وادخل عننا الايام بالهنا والسعد والسرور علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين يا رب العالمين، وما يخسرش حد. فقومي بقى يا حبيبه قلبي كده اهوت، شوف الطيور بتاعتك ان كان تحتها ميه، ان كانت عايزه مثلا مشمع تحط برضه مشمع كده، يعني تعملي احتياطاتك برضه، لان ما عادش امان، في اي وقت ممكن الجو يشتي. ربنا يسترها يا رب. انا والله على عيني اللي انا مش عارفه اكنس تحتهم، بس انا هم يعني زي ما انا قلت لكم كده، ما يكونوا في الدفء احلى ما اطلعهم ياخدوا لهم لطشه برد. هم متدفين طول الليل في المكان، ممكن اطلعهم دلوقتي عشان اكنس تحتهم ياخدوا معايا لطشه برد، يبقى انا ما عملتش اي حاجه. فربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله. هي هتفضل تصح كده باين النهارده طول النهار. من الساعة 11 بالليل وهي يعني بسم الله ما شاء الله شتواية جامدة يعني جدا جدا جدا. ربنا يسترها يا رب. البط بتاعنا ما بيحبش الحبسة، بيحب يمشي كده وحتة الشمس يقعد فيها ولا حاجة، فهو بقى يعني مستني. كان كل يوم اللي انا بفتح له بقى ويطلع كده على السطح، مستني حاطط في دماغه اللي انا هفتح له الباب ويطلع. واقفين على الباب ازاي عايزين يطلعوا، لو ان هم مش واخدين على الحبسه دي. بس بقى الواحد يحبسهم احلى ما يتعبوا من الواحد وكده. ربنا يسترها يا رب. فدي كان يومي معاكم النهارده حبايب قلبي. زي ما انا قلت لكم كده، قومي بقى كان عندك شويه طيور ولا حاجه حافظي عليهم من البرد دهون، حطي مشمع كده احتياطي برضو تضمنيش. وربنا يسترها علينا وعليكم، ما يخسرناش لا احنا ولا انتوا يا رب العالمين. دي كان يومي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.